هو الدوري خلاص زملكاوي بقى في 100 عقبه، ولا من بعد ماتش الاهلي في كلام تاني والصراع اشتعل في الصداره؟ اقول لك يا ابو الكباتن مفيش حاجه اصلا مضمونه، لان الزمالك ممكن تطلع تالت، طب ازاي؟ والاهلي ممكن يكسب الدوري، طب يا عم ازاي يا عم فهمني. اقول لك دلوقتي نادي بيراميدز لو خسر ماتش وتعادل ماتش والزمالك خسرت ماتش، شكرا الاهلي يكسب الماتشين والاهلي يبقى بطل الدوري. طب بنسبه كام؟ بنسبه 20%. بنسبة 20%. انا بقول لك انا راجل اهلاوي، بقول لك الدوري بعيد بعيد قوي، عايزة معجزة، عايزة بيراميدز تخسر وتتعادل ما تكسبش ولا ماتش، ودي انا شايفها صعبة. طيب لو تساووا في الاهداف في النقط، لو تساووا في النقط ان بيراميدز تخسر ماتش والزمالك تخسر ماتش والاهلي يكسب الماتشين، هيبقى عندهم كل واحد فيهم 53 نقطة. طب 53 نقطة كلهم متساويين، المواجهات المباشرة لا مش هياخدوا بالمواجهات المباشرة، هياخدوا بالمواجهات المباشرة في الأهداف. التلاتة مع بعض عملوا ايه وسجلوا ايه وعليهم ايه؟ ليه؟ لأن الزمالك كسبت بيراميدز رايح جاي، والأهلي كسب الزمالك رايح جاي، وبيراميدز كسبة الأهلي رايح جاي. طب ايه اللي هيحصل فيهم؟ فرق الأهداف في صالح بيراميدز. ومين التاني؟ هيبقى التاني الاهلي، والتالت الزمالك، والزمالك هيروح الكونفدراليه، وده اسوأ سيناريو لنادي الزمالك. الزمالك هيتشل فيها هو وجمهوره، هيتشلوا وعندهم حق يتشلوا، يبقوا متصدرين لحد اخر ماتشين ويحصل كده. سيناريو هيبقى قاسي 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 على نادي الزمالك. طيب انت شايف ايه؟ انا شايف من وجهة نظري هيبان جدا في الجولة الجاية. الجولة الجاية هي اللي هتوضح لك خلاص مين البطل ومين التاني ومين كل حاجة من وجهة نظري. مستني رأيك في الكومنتات، مستنيه.